كان مراهن على نجاحه وشايف إنه هيرجعه للسينما من تاني بعد إخفاقات كتير الفترة اللي فاتت. وبعد ما كان الجمهور منتظر أعماله اللي جاية، قصة فيلمه الجديد قلبت الجمهور عليه وطالبوا بمقاطعة الفيلم. فيلم النونو للفنان أحمد حلمي، واللي قصته بتدور حوالين نصاب مصري بيقوم بالنصب في السعودية في موسم العمرة والحج. بعد الضغوط اللي واجهها على وسائل التواصل الاجتماعي ومن الناشطين المصريين، تركي آل الشيخ بيعلن إنه هيعيد النظر في إنتاج فيلم النونو لأحمد حلمي، واللي أثار جدل واسع بسبب دور النصاب الذي يؤديه في الفيلم. نشر تركي آل الشيخ بيان وقال فيه: نظرا لسوء الفهم الذي رافق الإعلان عن إحدى الأفلام في الفترة الماضية، فإننا نؤكد على أننا قررنا إعادة النظر في إنتاجه لنقطع الطريق أمام من يحاول الاصطياد بسوء نية ولتعزيز العلاقات الطيبة مع مصر. المستشار تركي آل الشيخ ألغى إنتاج فيلم النونو واعتذر عن سوء الفهم ليقطع الطريق على اللي سماهم طيور الظلام. وبالمناسبة دي حابين نقول لعمرو أديب اللي خرج على الجمهور يقول إن الهجوم ده من لجان مدفوعة وقعد يهاجم: كنت تهدى على نفسك شوية يا عمورة، ده انت قطعت الأجازة وما استنيتش موقف هيئة الترفيه حتى، وأكيد مفيش تنسيق بينكم لأن موقفهم عكس اللي قلته بعدها بيومين. عارفين إن قلبك على الشغل وكل اللي كان فارق معاك هو رضا سيادة المستشار عليك، ومش طالع علشان جمهورك لحسن يفهم غلط أو تحصل مشكلة بين الأشقاء السعوديين والمصريين. أما بقى الفنان أحمد حلمي حابين نقوله: كنت احترم نفسك قبل جمهورك. لما شفت ضجة وغضب حقيقي مش لجان ولا تسخين، ناس فعلا كانت زعلانة. مش هنقولك تتراجع عن العمل، كنت حتى اعتذرت عن سوء الفهم وتواصلت مع جمهورك. أظن كان هيبقى شكلك أشيك بكتير من اللي انت فيه دلوقتي.